السلام عليكم أصدقاء وصديقات فكرة اليوم مع رشيدة. كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم بخير؟ عواشكم مبروك رمضان مبارك سعيد. اليوم غادي نقدموا المهلبية المصرية ألذ وأسهل مهلبية بدون شونتي بدون أرز. المهم بثلاث مكونات أساسية فقط. كتجي روعة، كتجي غزالة كما كتشوفوا هانتوما الشكل ديالها. كتجي زوينة بزاف واقتصادية. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها، وغير مكلفة، يعني غير مكلفة، غادي تولي هي المعتمدة عندكم السحور او في الفطور ولا في اي وقت بغيتيو. كنتمنى ان شاء الله ان فيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش من جيم فضلا وليس امرا، ما نزيدش نطول عليكم اكثر. ما نساوش بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اول حاجه غادي نحتاجو نص لتر من الحليب. انا كبيت نص لتر الاول، وغادي نزيد نص لتر الثاني، يعني ما يعادل 4 كؤوس من الحليب. وغادي نزيدو عليهم 4 معالق ديال النشا، يعني تقريبا في كل كاس من الحليب معلقه نتاع النشا. 2 معالق ديال الاولين كبيتهم، و2 معالق نتاع الثانيين قلت نغربل لهم احسن، على حساب يعني كتبقى هذيك الكتل نتاع النشا. وهنا غادي نضيف 4 معالق نتاع السكر. كما كتشوفوا الفيديو خفيف وظريف. كنتمنى انكم تكملوا معايا الفيديو حتى الاخير، ما غاديش نطول عليكم فيه، ولكن صراحه فيديو خفيف ومفيد. وكتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هاد المهلبيه ونتنا الاعجاب ديالكم. قلنا 4 معالق نتاع السنيده. السكر كيبقى حسب الذوق. كنحركو مزيان 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 هاد المهلبيه، وعاد كنديروها فوق البوطه. يعني خاصكم انكم تحركوها مزيان باش هادوك الكتل نتاع النشا المهم كيذوبوا صافي. وكنديروها فوق البوطه وكنخليوها حتى كتغلي. كما كتشوفوا راه موضح في الفيديو. خليو هاد المهلبيه ديالنا حتى كتغلي بهذا الشكل هذا. صافي اخر حاجه غادي نضيفو هي كيس من سكر الفاني. غادي نكبو هاد السكر ديال الفاني وغادي نحركو جيدا جيدا. وبالنسبه لهاد المهلبيه فاش نحطوها فوق البوطه خاصنا يعني التحريك المستمر، ماشي غير نحطوها ونغفلوا عليها، خاصها ضروري التحريك المستمر. واخر حاجه ضفنا هي سكر الفاني، غير شي دقيقه ولا ما كاملاش صافي وكنطفيو عليها. هنا عندي هاد زليفات ديال الزيت. غادي نحط هنا التمر، بما اننا حنا في رمضان، يعني اكيد غادي يكون التمر. بغيتي تضيفوا اي حاجه من تحت داكشي كيبقى اختياري. انا غير كان عندي تمر، يعني بغينا انها تكون غير مكلفه. المهم داكشي اللي كان عندي في الدار درتو وصافي. يعني انا غادي نكب هذيك التحليه ديالنا، كبيتها في هاد الزليفات وكنخليوها تقريبا 8 9 ديال السوايع. المهم كنخليوها حتى كتبرد تماما وكيتماسك لنا الخليط. وهاد التحليه هذه حضرتها بالمساعده ديال الصديقه ديالي عائشه، اللي كنقول لها شكرا عائشه، شكرا بزاف اللي كانت عطاتني هذا الوصفه. صراحه روعه، جات زوينه بزاف. ما تنساوش الجيم فضلا وليس امرا اللي كنتو مازالين مستمرين معنا حتى لهذا الوقت هذا. ما تنساوناش من اللايك ديالكم. صافي من بعد ما المهلبيه ديالنا تماسكات غادي نزينوها. انا عندي هنا مكسرات، المهم واحد شويه ديال اللوز مع كاوكاو مع شويه ديال الزبيب، وزينتهم هكا من الفوق. التزيين من الفوق كيبقى اختياري. يمكن انكم نتوما تزينوا مثلا بالبسكوي اولا باي حاجه متوفره عندكم، يعني الهدف انها تكون اقتصاديه. المهم داكشي اللي عندنا في الدار كنزينوا به وصافي. انا درت هاد المكسرات والصراحه جاو زوينين. المهم كنتمنى ان شاء الله ان فيديو اليوم انه ينال الاعجاب ديالكم. وما تنساونيش من لايك والاشتراك في هذا وليس امرا، ومشاركه الفيديو مع جميع العائله والاصدقاء. ومرحبا بكل من انضم الينا، ومرحبا بجميع الاصدقاء ديالنا اللي كيشاهدونا من جميع العالم. وما تنسوش انكم تزوروا صفحتنا على الفيسبوك فكرتي اليوم مع رشيده، الجروب ديالنا فكرتي مع رشيده. هانتوما كما كتشوفوا هاد المهلبيه المصريه صراحه الله الا زوينه زوينه بزاف وحسن من الياغورت. وغير ب3 مكونات اساسيه فقط غادي تولي ان شاء الله هي المعتمده عندكم. غير جربوها على حسابي.
نتوما كما كتشوفوا الشكل ديالها زوين بزاف بزاف، وانا متاكده انها غادي يعجبكم المذاق ديالها بزاف. وانا راني كنت حضرت معكم واحد التحليه في رمضان اللي فات، تحليه بالبرتقال للسحور، غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. كنتمنى ان شاء الله انكم تدخلوا وتشوفوا حتى هذيك التحليه اللي كنت حضرتها، حتى هي الصراحه رائعه جدا جدا، حتى هي وزوينه بزاف المذاق ديالها. كنشكر جميع الاصدقاء ديالي اللي مازالين معايا حتى لهاد اللحظه هذه. كنتمنى انني ما نكونش طولت عليكم الفيديو، كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هاد التحليه هذه وتنال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا يعني اش غادي نقول لكم، ما شهيتكم فيها كتجي زوينه بزاف بزاف بزاف، غادي تولي هي المعتمده عندكم وبدون تكاليف بدون طبقات. كنتمنى ان شاء الله انا فيديو اليوم من الاعجاب ديالكم. ما تنساوش لايك والاشتراك في هذا الوثائق ومشاركه الفيديو مع جميع العائله والاصدقاء. مرحبا بكل من انضم الينا، وكنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالفيديو.